السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلب متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك كتير للفيديو. حبايب قلبي وحشتوني جدا. قبل ما نبدأ الفيديو كده عاوز اشكركم على التفاعل بتاعكم وعلى كلامكم الحلو لينا، وما تحرمش منكم ابدا، ويا رب تكونوا دايما معانا كده، وربنا يخليكم لينا وتفضلوا معانا على طول. طبعا الفيديو النهارده بتاعنا طبعا ده الموز، ده موز الصباحيه زي ما انتم عارفين. ماما كانت كانت جايبه لي كميه كبيره يعني وكده، فده اللي فاض منها. فانا لو سبته كده كتير طبعا هيسود ويعني ويبوظ، فخساره بقى ان انا وحرام يعني الكميه دي كلها تترمى وكده. فانا قلت ان انا اخزنه في الفريزر في اكياس تخزين. وطبعا الفراولة الايام دي وهحطه بقى في الفريزر كده وزي التخزين بقى كده، ونعمل بقى عصير موز مع فراولة باللبن بتبقى تحفة. فتعالوا معانا بقى كده نشوف هنعمل ايه، ونقشره ونحطه في الاكياس كده ونخزنه. يلا بينا كده بقى نقول بسم الله بسم الله. استنى نجيب كياس الاول. طبعا كيس التخزين اهي، طبعا انتوا عارفين شكلها. هنقشر بقى كده الموز ونحط بقى الكميه اللي احنا عاوزينها ونحطها في الفريزر بقى زي ما انتوا عارفين. يلا بينا يلا بينا ما تنسوش اللايك بقى.
نخلص، ما عادش غير 6 صوابع موز كده. وطبعا حطيناهم في الاكياس زي ما انتم شايفين اهو. وهنا بقى ايه بيتحط في الفريزر، لو مثلا قعد قد ايه عمره ما يجرى له حاجه، بيفضل ابيض زي ما هو كده وزي الفل. وطبعا لو انتم مفكرين ان هو باظ، لا هو ما باظش. وده شكل الموز اهو. تمام، هي قشرته بس اللي رقت، لان ايه لازم يعني ده الطبيعي، ده شكل الموز اهو، ما فيهوش اي حاجه، هو زي الفل وجميل. تمام. عشان ما حدش بس يقول ان هو مش حلو كده، فالموز ما فيهوش اي حاجه. وطبعا بتحط في الفريزر، بتخزن، يفضل كذا شهر حتى ما بجرالوش اي حاجه. فايه ما فيش اي مشكله يعني. وبس كده. اهم حاجه بس انكم ايه ما تنسوش بقى كده اللايك، وانكم تدعمونا وتخليكم معانا دايما. واي حاجه تطلبوها مننا ان شاء الله هنعملها لكم. وربنا يديمكم في حياتنا يا رب، وما يحرمناش منكم ابدا. وتسلموا لي يا رب على كلامكم الحلو وتعليقاتكم الحلوه، وكل حاجه حلوه منكم تسلموا لي عليها. بس كده. هنحط بقى ايه دول كده. طبعا هو لما بتعمل فراولة مع الفراولة بقى كده باللبن بيبقى تحفة يعني، بطعم جميل وفي نفس الوقت مفيد، يعني مفيد جدا للأطفال بالذات. فمفيش منه أي حاجة يعني مش كويسة وكده. شكل الموز تحفة اهو. تمام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو حبايب قلبي. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك كتير كتير للفيديو. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، هو فيديو خفيف كده ويعني خفيف شوية، ويا رب يكون عجبكم. انا حبيت اوصل لكم معلومة بس، فيا رب انها تفيدكم يعني وكده. فاشوف وشكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. مع الف الف مليون سلامة. متنسوش اللايك بقى. سلام.